السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ايه اللي انا بعمله ده؟ دي عبارة عن سلق وكزبرة وتوم، كانوا متفرزنين في كيسة، فكيتهم وطيت النار ومسيحة لهم حتة سمنة، وهفضل اقلب فيهم لغاية ما يفكوا مع نفسهم. ليه بقى؟ عارفين ان دي دقة دقة قلقاس. لان انا عندي فرخة سلقتها صغننة وجميلة حلوة ربنا يبارك فيها، هحمرها في الزيت وارش لها شوية ملح وفلفل اسمر، هتبقى احلى اكلة. طب الفرخة دي أنا احترت أعمل معاها والدنيا ساقعة وشتا، وانتوا عارفين الواحد ما بيصدق يعمل أكلة تدفي الولاد. عملت عندي كيلو قلقاس في التلاجة، في درج التلاجة، خرطته وخدت شوربة الفرخة واديني قاعدة بسويه معاه. طبعا أنا بيبقى عندي مثلا القلقاس يا إما في درج التلاجة يا إما في الفريزر. المرة دي كان في درج التلاجة فخرطته ونزلته على الشوربة. اللون الاخضر ده طبعا السائل اللي هو ببقى مفرزناه وشايلاه في الفريزر، اللي هو ناتج الخلطه دي. لما القلقاس يستوى باذن الله قدامه مثلا 10 دقايق، هتكون دي فككت، واروح محمراها وعطيها الريحه الحلوه بمعنى اصح، وعليها كزبره ناشفه مثلا، مع كزبره خضراء، مع سلق، مع توم. هتفك واحمرهم للقلقاس، هتبقى احلى اكله. هينفع الفرخه مع القلقاس، بس لازم اعمل شويه رز معاهم باذن الله. الف هنا عليكم، كل سنه وانتم طيبين. كانت معاكم اختكم هنا ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.